تخيل يا عزيزي إنك تشتري بيت وتبنيه وتأهله لدرجة إنه يبقى علم من أعلام قريتك في فترتها، وفجأة تكتشف إنه مبني على قطعة أرض فيها مملكة بتاع الجن. قصة بتحكيها لي واحدة من صديقات الصفحة، فحقول لكم على لسانة وخلونا نشوف قصة شنو. القصة قديمة جدا، وحصلت لما صديقتنا كان عمرها حوالي 9 سنين، وحاليا هي عمرها يقارب 22 سنة. فبتحكي وبتقول إنه البيت كان مبني من الطين في زمن كان فيه كل البيوت عبارة عن زنكي، تحديدا في ربك ولاية نهر النيل الأبيض، وإنه أول عمود كهرباء تركب في القرية كان قدام بيتهم، فالبيت كان يعتبر علم من أعلام القرية في الوقت ده. وبتحكي وبتقول إنه البيت في حتة قريبة من منطقة اسمها بحر الزينوبة، وبتواصل وبتقول نحن أسرة مكونة من 7 أفراد. أبوي بيشتغل ورديات ليلية، ففي أغلب الوقت بيخلينا في البيت نحن وأمي، وإحنا الوقت داك أولاد صغار. ففي يوم من الأيام في واحدة من ورديات الليل دي أمي كانت بتسخن لنا اللبن في المطبخ، وإحنا قاعدين جوا بنشاهد في التلفزيون فجأة فصل من غير سبب. أخوي الصغير مشى نادى أمي جات شغلت لنا التلفزيون تاني، بعدها بفترة فصل تاني، فبقينا مستنيين انها تجي وتجيب لنا اللبن عشان تشغله، وفعلا جات خدت اللبن ورجعت المطبخ تاني تجيب حاجة تانية. فجأة بقينا بنسمع في دق عالي جدا في الحيطة، كو 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 كو، فاستغربنا، لكن احنا الوقت داك اولاد صغار وبريين يعني، فقلنا ديل اولاد الحلة بشوتوا في الكورة في الحيطة برا. فجأة لكن في عز القلق بتاعنا النور فصل، فبقينا بنكورك وامي جات جارية علينا، ما يكون في شنو حكينا لها الحاصل كله، قالت خلاص اطلعوا برا. طلعنا برا، فرشنا الحوش، رقدنا عاوزين ننوم، بقينا بنسمع اصوات كدايس عالية جدا. امي ذات حست بالقلق ومشت جابت الرادي القديم ده شغلت لنا فيه قرآن، وبعد شوية الاصوات دي هدت وقدرنا ننوم. الموضوع من هنا بدأ يتطور شوية شوية. في الاول بدأ صغير، انه بنشوف خيالات وحاجات ماشية في البيت، والبيت اتملى كدايس فجأة كده بصورة ما طبيعية، وكلهم بيكونوا قاعدين في الزقاق، وبنشوف خيالات متحركة، وبنشم ريحة بتاعت بخور، ومرات ريحة بتاعت دجاج ولحم، ومرات بنسمع صوت الشوي عديل. وشوية شوية الموضوع بدأ يكبر، وبقينا بنشوفهم في الحلم، لدرجة إنه أنا بقيت بحلم بإنه في بنت صغيرة لابسة فستان بنفسجي تجي وبتسوقني معاها، والحلم كان بيتكرر كذا مرة لحد ما الموضوع اتطور ووصل مرحلة خطرة جدا. ودي كانت أول مرة كلنا نجمع على حاجة. في يوم من الأيام أبوي كان قاعد معانا بالليل، لأنه كان في ظروف جوية صعبة شوية فما قدر يطلع، كان في مطر وبرق ورعد بصورة مهولة جدا، فكنا قاعدين بعد المطر في الحوش والجو كان جميل، فبنشرب في الشاي سوا كأسرة. أبوي كان عنده دفار موقفه قدام الباب وفاتح الباب بعايل الدفار بتاعه، فأثناء ما الرعد والبرق شغال جات رعدة عالية جدا لدرجة إن إحنا خفنا من صوته، وبعدها البرق جاء نور، شفنا في الدفار شكل بتاع حمار قبيح جدا. وأثناء ما نحن مخلوعين وكلنا بنعاين له ضحك ضحكة مرعبة جدا خلتنا كلنا نجري ونخش جوا. أعمامي وخيلاني والناس القريبين مننا قالوا لنا إنه دي عين أصابت البيت، وفعلا بدينا نجيب شيوخ يقروا في البيت، وبقينا بنحصن البيت كل فترة بصورة البقرة. في يوم من الأيام جبنا شيخ الجامع عشان يقرأ في البيت كالعادة، فبعد القراية قال لنا يا جماعة أديكم من الآخر، بيتكم ده مبني في قطعة كانت عبارة عن كوشة، والكوشة دي بقت عبارة عن منطقة بتاعت مملكة من الجن، وأصلهم من المملكة الزرقاء، وهم جان ما مسلم، وأي أسرة تقعد هنا وبتقرأ قرآن حيعتبروها عدوة لهم وما معاهم، وإنه بيضروهم وهم قاصدين. ما اشتغلنا بكلامه كتير وبقينا قاعدين في البيت، وفعلا حاجات غريبة بدأت تحصل، لمبات تضرب براها، حاجات تختفي براها، وكل واحد فينا بقى بمرض جديد. لحد ما في 2011 قررنا إنه نبيع البيت، وجاء اشتراه مننا دكتور على أساس إنه عاوز يعمل
وحدة صحية هنا. ناس الحلة كلهم كلموه إنه البيت ده مسكون وما تشتريه حيتعبك، ما يشتغل بهم كتير، وقال إنه ده كلام فارغ ساي. وفعلا كم شهر أسس المركز بتاعه والوحدة الصحية كانت شغالة بكفاءة عالية. فجأة ومن غير أسباب بدأت تحصل حاجات غريبة في الوحدة دي، إنه مثلا بالليل حاجات المعمل يلقوها مخربة، اللمبات حرقانة، الحقن مجدعة، والشبابيك مفتحة. موضوع الشبابيك ده خلى الدكتور يقول إنه ده حرامي بيجي يفتش وما بيلقى حاجة بتنفعه بخرب وبيمشي. جاب غفير، الغفير قاعد بيحكي وبيقول إنه بيسمع أصوات غريبة، يلقى السرير بيترفع بيه ويقع وحاجات تانية كتيرة. الدكتور برضو الموضوع ما قرا معاه. في يوم من الأيام هو قاعد شغال وردية ليل، فجأة الأبواب تتقفل عليه، والغريبة إنها كانت مفتوحة وما مؤمنة ولا أي حاجة، وكلها اتقفلت عليه والنور طفى، وبقى قاعد وبكورك الليل كله لحد ما تاب وقال إنه خلاص أنا حقفل الوحدة دي، وقفل المعمل وقفل أي حاجة. وبعد 3 شهور جا كلم أبوي قال له إنه المحاولات كلها فشلت، وجماعتك ديل طلعوا حقيقيين وقالوا ما حيطلعوا ولا حيخلوا زول يعيش مرتاح في البيت ده، إنه ده بيتنا بالآخر كده وما عندنا لكم حاجة. فقرر إنه يبيع البيت برضه، والمرة دي للأسف اشتروه ناس ظروفهم تعبانة شوية، يعني لموا اللي عندهم كله واشتروا بيه البيت ده. والناس ديل يعني حق اليوم باليوم كده. أبو ناس البيت ديل بيحكي وبيقول إنه كل ما يطلع صلاة الصبح بحس إنه في حاجة سكاه وما عاوزاه يمشي، وفي حاجة غريبة بتراقبه، وإنه نفسه يكون تقيل لحد ما يصل الجامع. لما يطلع الوضع بيكون طبيعي جدا. ومرت سنين على الموضوع ده، وهو لما يتعود على الإحساس ده في يوم من الأيام، وتحديدا كان يوم الوقوف بعرفة، طالع من الجامع لقى كيان أسود ضخم جدا قدامه، شكله مرة، شعرها مبلول نازل مغطي وشها، جسمها أشبه بالأناناس، يعني حاجة كده تحس بيه خشن وطالعة منه أشكال بالجنبات. لابسة حاجة أشبه بالبوت بتاع الإنجليز زمان ذاك، جزمة طويلة لحد قريب الركبة، وجسمها مغطى بحاجة سوداء. بيقت بدعاين له لحد ما بدأ يقرأ قرآن، وفجأة اختفت ولا كأنها كانت موجودة. بعدها بفترة الراجل بقى تعبان وجسمه بقى هزيل جدا، وكل ما يودوه لدكتور يقول الزول ده ما عنده حاجة، يرجعوه الوضع ماشي في سوء. وتمت 6 سنة والراجل ده على الوضع ده لحد ما ودوه لشيخ، والشيخ قال لهم إنه الزول ده ممسوس بجن متمرد والعياذ بالله. والراجل فضل تعبان كده، وبعدها توفى لسبب غير معروف تماما. وصديقتنا بتواصل وبتحكي وبتقول إنها اليوم الليلة لما تجي مرة بجنب البيت ده بتحس بحاجة تقيلة في قلبها، وبتحس بإنها كأنها مكتومة وعاوزة تبكي. ودي كانت قصتها معانا. فلو انت عندك قصة عاوز تحكيها احكيها علينا، ولو عندك قصة حابب تشارك بيها احكيها لنا في الكومنتات. وكنت معاكم انا محمد البشر، ما وراء الستار. وما ننسى شير، لايك، سبسكرايب. السلام عليكم.